فرحة ومهاب بقى فص ملح وداب. الضحايا بدأوا يدوروا عليه واكتشفوا اصلا بالصدفة ان اسمه علاء كمان من نجع حماد، بس رغم كل المحاولات مفيش اي اثر ليه. المصيبة الكبيرة ان عدد الضحايا وصل ل 15,000 شخص، وبدأت تتقدم بلاغات للشرطة، وفي حوالي 30 بلاغ متقدم ضد مهاب. الجهات الامنية بدأت تتحرك والناس بتطالب بسرعة القبض عليه، بس لحد دلوقتي مفيش اي اخبار عنه. الغضب في كل مكان والناس ما بقتش عارفة تعمل ايه، والسوشيال ميديا مليانة بقصص الضحايا اللي حياتهم اتدمرت بسبب عملية النصب دي، وتقريبا كل شبر في نجع حمادي متأثر بالموضوع ده. والسؤال هنا، هل فعلا ممكن حد ترجع فلوسه؟ وهل مهاب لسه في مصر ولا طار بره البلد؟ القصة دي درس كبير جدا. اي حد يعرض عليك مكسب سريع ومضمون لازم تقف وتفكر. لو الفلوس بتيجي بسهولة كده، ليه مش كل الناس اغنياء دلوقتي؟ النصب بيبدأ بوعد مغري، تكسب بدون مجهود وارباح خرافية كل شهر، وبعدها هتلاقي نفسك خسران كل حاجة. يا جماعة مفيش حاجة اسمها استثمار مضمون 100%. اللي بيكسب فلوس بجد هو اللي بيذاكر وبيدرس وبيفهم السوق، لكن اي حد يقول لك هتكسب بسهولة اعرف انك ممكن تكون الضحية الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير عشان نوصل المعلومة دي لأكبر عدد من الناس، علشان محدش يقع تاني في عمليات نصب شبه كده. سلام.